في حديث للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بيقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وفي حديث تاني احنا كلنا تقريبا حافظينه وهو بيقول: إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كلمنا عن المسؤولية في حياتنا، وقال لنا إن هي مسؤولية وإن هي عمل، وإن لو حد فينا عنده عمل في الحياة لازم يعمله بشكل كويس. واحنا لما بيكون عندنا شغل او عندنا مذاكرة او عندنا اي مسؤولية في حياتنا بنتهرب منها او بنستهتر بيها وبنقول يلا مش مهم، هو اصلا الناس كلها ما بتشتغلش، هي جت عليا، هو انا ابن الشركة. انا امنية فريحة، والنهاردة الحلقة الخامسة، بقالنا حبة حلوين مع بعض. الموضوع بتاع النهاردة بجد من المواضيع اللي بتستفزني قوي كده، حابة ان انا اتكلم معاكم فيه النهاردة. هي فكرة المسؤوليات اللي في حياتنا. الناس كتير قوي بتشوفها اعباء، بتبقى هي اللي مخليه حياتها صعبة، ودايما حاسين ان في هموم كتير وان في حاجات كتير على كتفهم تقيلة هم مش قادرين يتحملوها، برغم ان المسؤوليات دي لو اتشالت من حياتهم مش هيبقى ليها معنى اصلا. وعشان كده مسؤولية من وجهة نظري هي مش اوبشنال. يعني النهاردة انا بشتغل علشان التيم ملتزم جدا والدنيا حلوة قوي في الشركة دي، بس لما رحت الشركة التانية التيم ما بيشتغلش وان في ناس كتير بترمي الشغل عليا، فانا مش بحب حد يستغلني، فبالتالي انا مش هعمل اي حاجة خالص تولع بقى الشركة باللي فيها بره عني. الفكرة ان المسؤوليات اللي في حياتك او ادوارك اللي انت بتقوم بيها بشكل يومي، فكرة انك اب، ام، زوج، زوجة، مدرس، طالب، مدير، صاحب، كل حاجة بتمر بيها في حياتك وكل لحظة هي مسؤوليتك. فكرة ان احنا بقينا كلنا شايفين ان لا بره عني مش مهم، كتير قوي بتقلد بس اللي حواليها علشان خاطر ان المجتمع بقى كده. بس ربنا لما هيجي يحاسبك مش هيحاسبك عشان المجتمع اللي انت فيه كنت وحش، ولا التيم ورك اللي انت كنت تشتغل معاه ما كانش احسن حاجة. ربنا هيحاسبك على اجتهادك انت. ومش بس كده على فكرة، ربنا قال: إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. يعني فكرة ان انت ايا كان اللي هتعمله، وحتى لو كانوا بيستغلوك فربنا شايف ده، ربنا عارف انت عملت ايه، فسيبهم يستغلوك. على فكرة انا مقتنعة بكده، انا بسيب الناس تستغلني طالما كان في الخير، او طالما الحاجة دي مش هتيجي عليا او مش هتزودني في حياتي. يعني كتير قوي كانوا بيكلموني وانا في اجازتي مثلا ويقولوا لي: امنيه معلش احنا محتاجين سبورت عشان الايميلات هتنفجر مثلا. فكنت بفتح، وناس كتير قوي من صحابي كانوا بيقولوا: ايه الهبل ده يا بنتي، انت مش اجازه، ما تروحي تستمتعي باجازتك. الفكرة ان انا اصلا قاعدة في الاجازة ماسكة الموبايل، ما بعملش اي حاجة مفيدة. لو عندي حاجة تانية اهم اكيد هقول لهم: لا سوري دي اجازتي. بس طول ما انا فاضية وقادرة ان انا سبورت وادي اكتر من اللي عليا، فايه المشكلة؟ هيكونوا بيستغلوني؟ طب ما ربنا شايف. انا مش بعمل كده عشان خاطر ان هم يسقفوا لي في الاخر. خلينا نكون صراحة مع بعض، هو احنا اكيد عايزين حد يسقف لنا ويقول لنا عايش. بس الفكرة كلها ان انت مش بتعمل كده وانت شايف نفسك مغفل او ان هم استغلوك، انت بتعمل كده علشان كذا حاجة. الحاجة الأولانية إن أنت بتعامل ربنا، فالفكرة إن أنا محتاجين سبورت، فده معناه إن في ناس تانية طالع عينيها، فأنا لو هساعدهم يبقى أنا كده فعلا بعمل حاجة مفيدة وحاجة كويسة. الحاجة التانية إن لو كان المدير بتاعك سوي، فغالبا السبورت اللي أنت عملته أو المجهود الزيادة عن اللزوم اللي أنت عملته اللي ما كانش دورك، فهو أكيد هيقدره وهيقف معاك فيه. والحاجة التالتة بقى ودي الأهم، إن مفيش أي حد ناجح بيكتفي بالعادي. يعني إيه؟ يعني لو بصيت على اي حد ناجح قوي وعامل بومينج جامد جدا في شغله، في المشروع اللي هو بيعمله، هتلاقيه دايما ان هو بيعمل زيادة حتتين تلاتة على الناس الطبيعية. فعشان كده لو انت فعلا حد مسؤول في شغلك، في دراستك، في بيتك، في تربيتك لولادك، في التيم اللي انت شغال معاه، لو كنت بتعمل حاجة زيادة او بتؤدي الدور والمسؤولية اللي عليك بأحسن شكل ممكن، وده بيعمل او بياخد منك مجهود كبير قوي، فبرافو عايش. حاجة كمان بقى عايزة اقولها لك على موضوع المسؤوليات ده، هو شوية مصالح اصلا. ازاي؟ انا دلوقتي لو انا هكون بعمل المسؤولية اللي عليا كموظفة، فانا بهتم بمصلحة العميل اللي انا شغالة معاه. العميل ده هو برضو موظف في شركة تانية، فهيروح يهتم بالمسؤولية اللي عليه اللي هي بتاعت عميل تاني، ولما هيروح هيكون مرتاح، فهيكون بيعمل المسؤولية اللي عليه كأب. وكل واحد فينا لو عمل المسؤولية اللي عليه هنكون عايشين مرتاحين جدا. الدنيا دوارة، وان الحاجة اللي انت تعملها النهاردة هي هتقعد لك بعدين. انا عارفة ان ده كلام بابا ماما تقريبا، بس هي الفكرة ان الدنيا مصالح، صح؟ كلنا مقتنعين بكده. فالفكرة ان النهاردة لو انت عملت المسؤولية اللي عليك وعملت مصلحة لحد، فصدقني بكرة هيجي عليك الدور في انك تكون محتاج مصلحة. والمصلحة دي لو انت عملت مسؤوليتك علشان خاطر ربنا،
فربنا اكيد مش هينسالك ابدا. ده انت كطالب ذاكرت واجتهدت، ممكن يكون اللجنة كلها غشت وانت مجهودك اتساوى بالناس التانية، بس ربنا دخلك الكلية اللي فعلا مناسبة ليك، واللي فعلا هي اللي هتعرف تتخرج منها وانت متعلم منها حاجة، او هتلاقي فيها الحاجة اللي ربنا بعتها لك. انت كموظف ممكن تكون شايل الشركة كلها فوق دماغك، وان صاحبك اللي قاعد جنبك في المكتب مش بيعمل اي حاجة وراميلك كل الشغل. صدقني ده مش هيدوم كتير، وحتى لو دام دلوقتي فربنا هيعوضك ده قدام بحاجة كبيرة قوي. مش حابه ان انا اتكلم كتير وارغي في نفس الحاجه، بس بجد ان المسؤوليه هي مش اختيار. اخر حاجه حابه ان انا اقولها، ان مسؤولياتنا في حياتنا محتاجه شويه مجهود. مسؤوليتنا ان احنا نكون بنعمل كل اللي علينا، واللي علينا ده مش بس ان احنا نقضي المسؤوليه، لا احنا كمان نطور منها ونعمر في الارض، لان ده اللي ربنا امرنا بيه. فبالتالي فكره ان انا اطور من نفسي واتعلم، دي حاجه اعتقد من وجهه نظري الشخصيه المتواضعه هي برضو من ضمن مسؤولياتنا. انت كأب وام مسؤول انك تتعلم ازاي تربي ولادك، مش تربيهم زي ما انت اتعلمت من اهلك، لا تربيهم زي ما العلم والدين بيقول. ناس شاطرة قوي سواء دكاترة النفسيين او الكوتشز اللي هم البارنتنج كوتش، او حتى الناس اللي بتتكلم في التربية على التيك توك والسوشيال ميديا، في مصادر كتير قوي تخلينا ان احنا نتعلم ازاي نعمل الدور بتاعنا ده على اكمل وجه، مش بس زي ما احنا عارفينه وخلاص، لا احنا كمان محتاجين نطور منه. لان احنا دلوقتي ما عندناش حجة قدام ربنا. لو ابنك ما طلعش سوي او طلع عنده مشاكل نفسية بسبب تربيتك ليه، فصدقني دي مسؤوليتك انت. تتعلم وتاخد كورسات وتحاول تشوف دكاترة وتحاول تشوف ناس كتير قوي علشان تعرف تربيه تربية يكون فعلا بيها انسان سوي. كذلك انت كمدير لازم تروح تتعلم ازاي تكون مدير، ايه المهارات اللي انت محتاج تتعامل بيها مع الموظفين بتوعك، ايه الحاجات اللي انت محتاج تطورها في نفسك عشان خاطر تعرف تأدي شغلك بأحسن شكل ممكن. مش مجرد ان انت ترقيت وخلاص ده حق مكتسب، لا، الحق ده انت محتاج ان انت تكون بتجتهد علشان خاطر تأديه بأحسن شكل ممكن. كل واحد فينا محتاج يقف وقفة كده مع نفسه ويشوف الأدوار اللي في حياته، يشوف مسؤولياته، ويشوف هل هو فعلا بيأديها بشكل كويس ولا لا. ولو مش بيأديها بشكل كويس فايه الحاجات اللي ناقصاه اللي هو المفروض يتعلمها او يدور عليها علشان خاطر يعرف يأدي المسؤولية دي بأحسن شكل ممكن، عشان ربنا يكون راضي عننا وفي نفس الوقت يرزقنا ويخلي حياتنا تكون مرتاحة. لان على فكرة كل حاجة مترتبة على بعضها، انت لما تكون مسؤول عن حاجة المسؤولية دي بتأديها بأحسن شكل ممكن، ربنا هيكون بيديك رضا ورزق في حياتك، فبالتالي هتكون سعيد وناجح. بس كده، فكون مسؤول وعيش حياتك برضا.